النهارده عيد في الكنيسة وعيد مهم، عيد البشارة. عشان كده بنصلي فرايحي. وغريب شوية إن يجي عيد البشارة في وسط الصيام الكبير، صيام المقدس، لكن هو مرتبط ب 29 برمهات. 29 برمهات. الكنيسة كان عندها الميعاد الثابت بتاع الميلاد، وأيضا قيامة والبشارتات أعياد. الكنيسة القبطية رتبت إن احنا نحتفل بالثلاث أعياد يوم 29 برمهات مع بعض. وال29 عشان الأعياد دي مهمة جدا، أصبح 29 من كل شهر نحتفل به بنفس طريقة الفريحة ديت بهذه الأعياد مع بعض المجتمع، لكن أصلهم النهارده عيد البشارة. جه الملاك جبرائيل زي ما انتم عارفين، بشر الست العذراء بالخلاص. ده فكرنا بشيء عكسي حصل من 7500 سنة. جاء الشيطان دخل في الحية وبشر حواء ببشارة كاذبة، قال لها في بشرى خبر جميل، عارفة لو أكلت من الثمرة دي أصل ده فيها سر، الثمرة دي فيها سر غير عادي، لو كلتي الأمور عندك هتبقى مختلفة تماما، قوتك هتبقى مختلفة، الفهم عندك هتبقى زي ربنا ببساطة. فالبشارة الكاذبة من الشيطان أسقطت حواء وبعدها آدم، وراهم كل الجنس البشري، كله سقط وكله تاه وكله ضاع بسبب البشارة الكاذبة للمرأة الأولى حواء. كان ربنا لما جه يصلح جاب بشارة مفرحة صادقة طاهرة مقدسة من الملاك جبرائيل لحواء. القديس بولس الرسول يقول إن كما أن الخطيئة دخلت إلى واحد بإنسان واحد ومنها دخل الموت لكل العالم اللي هو آدم يعني، أيضا دخل البر والخلاص والنجاة بإنسان واحد هو الإنسان يسوع المسيح ربنا وإلهنا ومخلصنا. يبقى الشيطان اشتغل على الاثنين. في الأول اشتغل على حواء وأسقطها في الخطية وأتاها وأضعها، وبعدين اشتغل على آدم ببساطة. وتماما الخلاص والبشارة حصلت كده. الأول بشر السيد المسيح عن طريق الملاك جبرائيل العذراء، وبعدين يسأل المسيح نفسه قدم لنا كل الفداء وكل الخلاص. أصله لما آدم وحواء سمعوا لصوت الشيطان كان دوت بيحمل معاني كثيرة. أول معنى إن كما لو كان حواء وآدم قال للشيطان نتبعك ونفعل مشيئتك، كلامك أصدق من كلام الله، كأنه كده كلامك مقبول عندنا أكثر من كلام الله، وكأن احنا يعني آدم وحواء نثق في كلامك ونقدره أكثر من الله، وبالتالي نثق في حبك. أصل الخطية اللي عملها آدم وحواء مش مجرد أكل التمر. ساعات واحد يقول يعني هو ليه ربنا كده متشدد يعني؟ كان سمر خلاص قول له يعني ما تعملش كده خلاص. في ناس تفكروا كده، لكن الله الأمر مختلف تماما، لازم نفهمه صح، إنه كان تبعية كاملة للشيطان، محبة للشيطان، تصديق للشيطان أكثر من التصديق لربنا. وكل خطيئة احنا بنعملها هي مرة، لأن في واقعها احنا بنتبع في هذه اللحظة الشيطان يقول له احنا عايزين نمشي وراك، معجبين بيك، انت بالنسبة لنا أكثر من ربنا. تخيلوا آدم وحواء كانوا عايشين سنينهم وأيامهم، كانت سنين مش فترة صغيرة مع ربنا، كل يوم يشوفوا ربنا، كل يوم يتكلموا معاه، يصبح عليهم ويمتعهم بكلام جميل وعطايا جميلة. تخيل لما واحد الإنسان لو شاف نور كده بس مبهم مش عارفين من حتة يطير من الفرح، ولا شاف قديس بيهيص،
لو شاف المسيح في لحظة يقول بس حياتي كلها ربنا. لكن آدم وحواء كانوا عايشين مع ربنا عيشة حقيقية ليل ونهار، أيام وسنين طويلة، والعشرة دي هانت عليهم في لحظة، صدقوا الشيطان وتبعوه. خطيتنا يا أحبائي هي تبعية للشيطان، عشان كده لازم بسرعة نقدم توبة. من يصمت فليقم سريعا بسرعة. أي واحد أخطأ ما يستناش، يروح يعتذر لربنا في الصلاة ويعترف لأبونا في جلسة اعتراف، يقول يا رب متأسف أنا أخطأت في حاجة، أنا يا ربي بجهل تبعت الشيطان. طبعا كلنا بنعملها كده بجهل، لكن للأسف إن آدم وحواء كانوا عندهم علاقة أعمق من اللي عندنا مع ربنا. يعني أعظم قديس يوصل في علاقته بربنا إلى العمق، يوصل زي ما بيقولوا زي آدم وحواء. تصوروا قديسين اللي هم يعني في الجسد تعبوا وقدموا أتعاب كثيرة وإيمان عظيم وحياة مقدسة ربنا، وصلوا يدوب إنهم يكونوا مع آدم زي آدم وحواء جنة مع ربنا. الخطية خاطئة جدا، تفصل الإنسان عن ربنا وتفصله برضه عن اللذة، فرح المتعة، وبعد كده يبقى مكنة للشيطان. يقول له اعمل كده، يقول له حاضر، ويمكن اللذة تفقد معناها والروح تضعف والإنسان يبقى في حياة كئيبة. لا يمكن أبدا أن الشيطان يقدم للإنسان فرحة أو سلامة مهما قدم في الأول تصورات، تعالى هديلك نعم وهديلك فلوس وهديلك متعة. هو كذاب، لأن الشيطان نفسه فاقد للسلام، ما عندوش سلام من ساعة ما سقط من السماء وهو ما عندوش سلام. فأي إنسان يتبع الشيطان لابد أن يجد عثرة وضيقة وألم، كآبة، حزن، أمراض نفسية وأمراض جسمية. عشان كده في التسبيحة بتاعت نص الليل نقول مع بعض كلنا نتبعك يا رب بكل قلوبنا. إعلان وإشهار إن احنا نتبع ربنا كل الحياة. 3 القديسين بيقولها على لسانهم، يعني ال3 القديسين كانوا في أتون نار وتهددوا هنموتكم هنقطعكم هتفنوا، مش هيبقى لكم حياة تاني ولا رجاء، هنبهدل كل اللي حواليكم. مش مهم، نتبع ربنا ولو إلى النار ولو إلى الموت، نتبعه ونتبعه بكل قلبنا. ال3 القديسين تبعوا ربنا، عشان كده احنا بنسبح معاهم ونقول لربنا يا رب احنا كمان نتبعك بكل قلوبنا. عشان كده جيد ان الانسان لو اخطأ لربنا في الحال، في نفس الحال يقوم يخش يصلي، يعمل مطنيات، يقول يا رب اخطأت اليه، رجعني الى حضنك، اتبعك يا رب بكل القلب، لا اتبع الشيطان ابدا. اوعى حد منكم يعمل خطيه ويكررها ويستلذ بيها ويحبها وبعدين يقول هعمل ايه، ما انا غصب عني، انا عندي عاده سيئه. العاده دي ما كانتش عاده الاول، قبل ما يبقى عندك عاده رديئه كانت مجرد خطيه، لما اتكررت اصبحت عاده، والعاده اللي اتكررت تبقى طبيعه ثانيه. واحد يقول انا طبيعتي كده، ما انا مش ذنبي، انا مولود كده. لا، انت مش مولود كده ولا طبيعتك كده، لكن في الاول تهاونت مع الخطيه، استسلمت للخطيه واصبحت جزء من طبايعك وعاداتك. عشان كده انت بيتصور لك ان الخطيه ديت هي طبيعه كائنه فيك اطلاقا. عدو الخير بيوهم الانسان زي ما اوهم امنا حواء وابونا ادم ان بالخطيه دي او بالثمره ديت يبقى لهم نجاح وتفوق وعظمه، بالكذب يعني، واسقطهم من كل سلام. يعني يقول احد الاباء ان حواء اشتهت الالوهيه فطردت من الانسانيه. يعني بعد ما كانت مع ربنا وجها لوجه كل يوم، طردت بسبب خطيه زي كده وبسبب كبرياء قلب. اذا احبائي في عيد البشاره الملاك جبرائيل بشر العذراء اعظم مواليد النساء
وأعظم إنسانة على الأرض في كل زمانها، بشرها بميلاد السيد المسيح، والنتيجة قالت أنا ما استاهلش. لا، أنا ما استاهلش، أنا خدامة ربنا، أنا غلبانة، هو أنا أمة الرب، خلاص زي ما أنت عاوز، ما دام عند ربنا ليكن ليك قولك. يعني العذراء لما أخذ أعظم عطية قالت أنا غلبانة، وحواء لما كان عندها أعظم عطية مع ربنا كانت عايزة أكتر كمان وأكتر تبقى زي ربنا. يعني البشارة عيد مهم، لأن في البشرية بترجع مرة تانية. لما طرد آدم وحواء أصبح في انفصال وخصام بين ربنا والإنسان، مش ربنا اللي عمل الإنسان، وربنا مش طرد آدم من الجنة لأنه عايز ينتقم منه أبدا، ما كانش ينفع تاني، طبيعته فسدت، الطهارة والنقاء اللي فيه فسد، فكان لابد أن يحيا بعيدا عن الله. مش ربنا اللي اختار، لا، الإنسان اللي اختار. آدم وحواء اختاروا أنهم يعيشوا في انفصال عن ربنا. وانت أخي الحبيب وأختي، لماذا تقررون الخطية؟ ليه الواحد ساعات يقرر يقول هعمل خطية مهما يكون، ليكن ما يكن، هجرب دي، هشوف دي، هعمل دي؟ لا، في لحظة قرار تعمل خطية بتقرر انك تنفصل عن ربنا، مصدر حياتك وسلامك وفرحك. قرر آدم وحواء ينفصلوا عن ربنا، ربما بكثير من الجهل لكن بأكثر كبرياء. لأن آدم وحواء كانوا عايزين يبقوا زي ربنا، زي ما قال لهم الشيطان، لا ده انتوا لو كلتوا من دي هتبقوا زي ربنا، عارفين الخير والشر، وتيجي بقى كل الفوائد انكم تبقوا في نفس مستوى ربنا. إذا البشارة هو إظهار لأن الله عاوز يرجع العلاقة بين الإنسان وبين ربنا مرة أخرى. البشارة، كلمة بشارة يعني فرح، كلمة إنجيل يعني بشارة سارة، كلمة إيفانجيليوم يعني بشارة سارة في أصل اليوناني. فإذا زي ما كان في بشارة ممرضة وبشارة مرة في أيام آدم وحواء، كانت في بشارة مفرحة في أيام الست العذراء. زي ما كان في بشارة بانفصال الإنسان عن ربنا من الشيطان، أصبح في إشارة إن ربنا هيرجع مرة تانية. بعد ما كان الإنسان عايش مع ربنا وانفصل، ربنا قال لا، أنا هرجع وأعيش وسط البشر مرة أخرى. وفعلا السيد المسيح لما جه وتجسد عاش وسط الناس، ده كان الهدف، إنه يرجع مرة أخرى وسط الناس. يعني إيه؟ يعني زي ما كان عايش مع حواء وآدم في الجنة، المسيح عاش أيضا على الأرض وسط البشر. كان ممكن ببساطة جدا الله يعني يجي ويموت من أجل البشرية من غير ما يحس، في يوم، مش كده؟ في ساعة، مش لازم كمان في يوم كامل، لكن الله حب يرجع للبشرية مكانتها مرة أخرى، إن هم يبقوا في علاقة مع ربنا. والنهارده هي وعيد البشارة هو دعوة إلى حياة مع ربنا، دعوة أن يكون في بينك وبين ربنا مرة أخرى حياة، مرة أخرى سلام، مرة أخرى فرح. إذا أحبائي، لنحيا في البر والقداسة. وإن سقط واحد فينا بسرعة، ما يستناش تاني يوم، ما يستناش ساعة، من عارف حياتك بشكلها إيه في نفس اللحظة ونفس الدقيقة اللي أنت أخطأت فيها. قوم قدم توبة ربنا، كلم أب اعترافك وخد معاه، اعتذر لربنا في الصلاة واعتذر لربنا قدام أب اعترافك، فالله يعطيك الغفران من جديد. يقول يا رب خلاص أنا أتبعك بكل القلب. انتبهوا لحسن تكرار الخطية كتير بعدم توبة بيعلن تبعية الإنسان لعدو الخير. خطر جدا جدا. في إنسان يبدأ في حياته يعمل خطية بهزار ويعملها بدلع، وبعد شوية يلاقي نفسه متكتف متكبل بأغلال مرة جدا. عشان كده انتبهوا لأن حد مننا يكون ساقط في خطية كهذه بدون دراية. لا مغفرة إلا بالتوبة، ولا توبة إلا بالاعتذار لربنا
قدامه في الصلاة وقدامه أيضا في حضور أب الاعتراف.